انا بسميه بند السهل الممتنع، وبند السهل الممتنع ده هو بند النقاشة. فمن غير ما اطول عليكم هنتكلم في الفيديو بتاعنا النهاردة على 3 نقط رئيسية. اول حاجة ازاي اختار نوع الدهان بتاعي، تاني حاجة ازاي احسب الكميات اللي انا محتاجها سواء في الشقة او في كل اوضة، وتالت حاجة وهي ازاي استلم من الصنايعي وازاي ارتب معاه الشغل واستلم منه كل مرحلة. السلام عليكم ورحمة الله. اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بافضل حال. معاكم المهندس اسلام، وانت هنا بتتفرج على سلسلة بنود التشطيبات. الفيديو بتاع النهاردة او البند بمعنى اصح انا بسميه بند السهل الممتنع، وبند السهل الممتنع ده هو بند النقاشة. طب ليه انا بقول على البند ده السهل الممتنع؟ لان معظم الناس لما بتيجي توصل لمرحلة النقاشة بتفتكر خلاص ان كل الصعب عدى وباقي بس مجرد دهانات الشقة بتاعتي ونخلص الشقة، فبيبتدوا يسألوا عن اي صنايعي او اي نقاش وخلاص، وبينسوا ان جمال البيت او الشقة بتاعتهم هتظهر بناء على البند ده وعلى ايد الصنايعي النقاش. فلازم ناخد بالنا كويس ان الكلام ده كله غلط، وان النقاش ده من اهم الصناعية اللي هيخشوا شقتك، وهو كمان زي ما قلنا هيظهر الشياكة بتاعة الشقة. وزي دايما لما بنيجي في مرحلة التأسيسات سواء في الكهرباء او السباكة وبنقول ان الكهربائي والسباك لازم ياخدوا حقهم عشان دي تأسيسات ولازم اخد بالي منها كويس، برضو نفس الكلام في النقاشة، ولازم النقاش اختاره كويس جدا لان ده من اهم الصناعية اللي هتدخلهم شقتك، وكمان هو اخر واحد هيخرج بعد ما كل حاجة تتشطب وتخلص. فمن غير ما اطول عليكم هنتكلم في الفيديو بتاعنا النهاردة على 3 نقط رئيسية. اول حاجة ازاي اختار نوع الدهان بتاعي، تاني حاجة ازاي احسب الكميات اللي انا محتاجها سواء في الشقة او في كل اوضة، وتالت حاجة وهي ازاي استلم من الصنايعي وازاي ارتب معاه الشغل واستلم منه كل مرحلة بناء على ايه. نبدأ بأول حاجة وهي ازاي اختار انواع الدهانات بتاعتي. خلينا عارفين ان احنا لما بنيجي نختار الدهانات بتاعتنا الموضوع بيعتمد على الالوان اللي نفسنا فيها، لان مش كل الالوان موجودة عند كل الشركات، وكمان بيعتمد على البادجت بتاعتي. فهقول لكم افضل 3 شركات في السوق تقدر تختار منهم الانواع اللي انت عايزها في التأسيس او التشطيب، وهقول لكم بناء على ارخص سعر لحد لما نوصل لاعلى سعر في السوق. اول حاجه وهي شركه GLC، ودي بتكون سعرها اقتصادي وفي نفس الوقت الجوده بتاعتهم جوده مناسبه وكويسه جدا، ودي في الاغلب اللي بنستخدم منها خامات التأسيس زي المعجون بتاعهم او البلاستيك لمرحله البطانه. وبرده كمان اقدر اختار انواع كويسه زي البلاستيك ال70/70، واقدر اضرب الالوان كمبيوتر زي ما انا عايز لو البادجت بتاعتي اقتصاديه زي ما احنا قلنا. يجي بعد كده النوع اللي هو سايبس، وده اعلى شويه في السعر وكمان الجوده بتاعته مناسبه وكويسه جدا. واخر حاجه وهي الشركه المعروفه وهي شركه جوتن، ودي طبعا اغلب الناس بيروح لها في التشطيب بتاع شقته، وده طبعا عشان ان الجودة عندهم عالية جدا وسعرهم يعتبر طبعا اعلى سعر في السوق، وبرضو الناس بتروح لها عشان التنوع في الالوان والخامات بتاعتهم بداية من الاقتصادي لحد اعلى حاجة، وبرضو المط او الربع لمعة او اللمعة الكاملة. وبرضو خليني اقول لك نصيحة وحاجة مهمة جدا جدا وانت بتختار الخامات بتاعتك. مهم جدا لما توصل لمرحلة البطانة ان انت تجيب البطانة بتاعة الدهان من نفس خامة التشطيب، يعني ما ينفعش تختار او تأسس شقتك من GLC، من شركة GLC، وبعد كده تعمل البطانة من البلاستيك بتاعها وترجع تعمل في التشطيب او في اخر وش من التشطيب من خامة مثلا جوتن او سايبس. لازم نختار كل حاجة بداية من البطانة والتشطيب من نفس النوع، وده عشان كل شركة بتبقى عارفة اللون بتاعها بيحتاج قد ايه في البطانة بتاعتها، عشان زي ما الصناعية بيقولوا او لغة السوق اللون يستر معانا في الاخر. فعشان الجودة واللون اللي انا اخترته ما يتهدرش معايا وافضل ادي وش واثنين وثلاثة واحس ان اللون مش هو نفس اللون اللي انا اخترته في المعرض. فبأكد عليك في الاخر ان البطانة تكون من نفس نوع الدهان. نيجي بقى في الحتة المهمة واللي انتم مستنيينها،
وهو السؤال اللي بنسمعه على طول: اخلي النقاش ياخد البند ده مقاولة؟ والمقاولة يعني ان هو هينزل يشتري لي الخامات وكمان ياخد المصنعيات بتاعة النقاشة كمان، ولا انا اللي انزل اشتري الخامات بنفسي واديها للصنايعي وبعد كده هو ياخد مصنعية بس؟ احب افكرك هنا ان انت بتتفرج عليا عشان انت اللي هتكون مهندس الديكور بتاع شقتك، ومش مجرد عميل بتشطب بيتك لوحدك. اظن كده انت فهمت الاجابة، وده معناه ان انت اللي هتنزل تختار وتشتري الكميات بتاعتك وتدي النقاش مصنعية بس على الدهانات. طيب هتعرف الكميات بتاعتك ازاي؟ وده اللي احنا هنقوله دلوقتي. هشرح لكم دلوقتي ازاي تحسبوا الكميات بتاعتكم بشكل مبسط. اول حاجة لازم نعرفها ان احنا بناخد عرض الحيطة في الارتفاع بتاع الحيطة بتاعنا. هنفترض مثلا ان احنا عندنا اوضة 3 في 3، فانا هاخد كل عرض عندي وهو 3 متر، وليكن برضو ان انا الارتفاع بتاعي 3 متر، فكده الحيطة الواحدة هتبقى محتاجة 9 متر، وانا برضو عندي 4 جوانب من نفس الحيطة، فانا هضرب 9 في 4 ب 36. فبعد كده انا حسبت الكمية المطلوبة بتاعتي وهي 36 متر، بروح المعرض بتاع الدهان اللي انا اخترته وبقول له انا عايز اللون اللي انا اخترته وكميته 36 متر، فهو هيقول لي على حسب اللون اللي انا مختاره، وعلى حسب هو لون فاتح ولا غامق، وبرضه على حسب انا مختاره مط او ربع لمعه او لمعه كامله. وطبعا عشان الناس لو هتقول انا عندي باب او شباك، فانا بفضل دايما ان احنا ما نخصمش المقاسات دي، لان زي ما احنا قلنا ان في حيطه مثلا بتبقى محتاجه تاخد وشين، وفي حيطه كمان ممكن تاخد اكتر من كده عشان اللون يظهر ويستر معانا. نيجي بقى لاخر حاجه في الفيديو بتاعنا، وهو ازاي استلم الدهانات وايه هي الخطوات بتاعه النقاش وهو شغال. اول حاجه بتتعمل معايا في الدهانات وهي الصنفره، وان انا بعد ما بصنفر الحيطه وهي على المحاره بديها السيلر، والسيلر ده بيكون عازل بين ماده المحاره والماده اللي انا عايز احطها وهي المعجون. بعد كده النقاش بتاعي بيعمل سكاكين المعجون على حسب اللي هو شايفه في الحيطة اللي قدامه. في محارة احيانا بتحتاج من 3 سكاكين ل4 سكاكين معجون. ونخلي بالنا من حاجة مهمة وانا بتفق مع الصنايعي او وانا باجي استلم منه البند بتاع تأسيس او البند بتاع المعجون، وهو لازم ان هو يدي كل سكينة معجون بلون مختلف عن السكينة اللي قبلها. فاول سكينة بتكون لونها ابيض، وبعد كده بعملها بالعرض او بالطول، وتاني سكينة بتكون الاتجاه بتاعها عكس اول سكينة وبيكون لونها اصفر جملي مثلا، عشان اعرف السكينة الاولانية من التانية وبرضو التانية من التالتة عشان اعرف هو ادى كام سكينة معجون. بعد كده بتيجي مرحلة البطانة. بعد السكاكين المعجون بنعمل البطانة بتاعتنا، وبفكرك ان بعد البطانة ده بيكون الوقت بتاع تركيب الشبابيك والابواب، والبندين دول احنا شرحناهم بشكل مبسط جدا، فلو ما شفتهمش انصحك انك تتفرج عليهم عشان برضو تعرف تستلمهم كويس، وهسيب لك اللينك بتاعهم في الديسكريبشن. ونيجي لاخر حاجه وهي اللون اللي انت اخترته وعايز تشوفه على الحيطه بعد ما بتكون ركبت الابواب والشبابيك بتاعتك، وكمان لازم تكون مركب السبوتات بتاعه الاضاءه بتاعتك، وكمان تتاكد ان النقاش عمل تيب حوالين الابواب وعمل تيب كمان حوالين مفاتيح الاناره بتاعتك عشان ما تتبهدلش. وبعد كده النقاش بيدي وشين التشطيب النهائي باللون اللي انت اخترته. ودي كانت الخطوات اللي تقدر تستلمها من النقاش بشكل مبسط خالص. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. اتمنى اكون افدتكم، ولو في حاجة انا ما قلتهاش او انت عندك استفسار فيها سيبها لنا في الكومنتات وان شاء الله نرد عليك فيها. اشوفكم على خير.